اهلا وسهلا بكم في جولة جديدة من منطقة الدقي بالجيزة. دلوقتي احنا في شارع الدقي باتجاه شارع التحرير وكوبري الدقي على شمالنا. دلوقتي اللي على شمالنا ده كوبري الدقي. بتمنى منكم لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان عندنا فيديوهات وجولات كتيرة قوي هتعجبكم. يمين كده ده شارع مصدق زي ما احنا ماشيين. ويمين كده برضو في شارع اسمه شارع اليمن. على طول طوالي نزلة الكوبري ده بتنزلك على حديقة الحيوان وجامعة القاهرة. حديقة الحيوان في الوش كده وجامعة القاهرة يمين من نزلة الكوبري. لو فضلنا في الطريق اللي تحت يمين ده شارع التحرير، وشمال شارع التحرير باتجاه ميدان التحرير وكورنيش النيل. احنا دخلنا يمين باتجاه المهندسين وشارع السودان وباتجاه الجيزة زي ما احنا ماشيين كده. وفي الاخر كده تقاطع بيقفل شارع السودان بشارع التحرير. دلوقتي في منطقة الدقي، على شمالنا السبكي، عائلات السبكي، وعلى اليمين منطقة المهندسين. وزي ما احنا ماشيين كده بنكمل على طول باتجاه شارع السودان. على يميننا كده كلية تربية رياض أطفال، وعلى الشمال جامعة القاهرة من الخلف وبين السرايات. على شمالنا كده بين السرايات، وعلى اليمين شارع مصدق وشارع محي الدين أبو العز. دي إشارات واقفة. كمانين طبعا منطقة شارع التحرير ده في منطقة الدقي، جاي من محطة الأوبرا لغاية محطة البحوث في المترو، وفي النص في محطة مترو الدقي لو حد عايز ينزل في محطة مترو الدقي في ميدان الدقي وتحت كوبري الدقي والسبكي ومنطقة ميدان المساحة. احنا ماشيين كده بنلاقي على كل ده في منطقة الدقي. عربيات MG زي ما احنا مكملين كده لسه في شارع التحرير باتجاه شارع السودان ومحطة البحوث، وخلفنا ميدان الدقي. اللي جاية اهي كلية رياض أطفال اللي على اليمين اللي جاية دي، وعلى الشمال منطقة بين السرايات. الشارع اللي جاي يمين ده شارع محي الدين أبو العز.
الشمال منطقة بين السرايات بالجيزة، وبعدين بين السرايات جامعة القاهرة. على اليمين كده دلوقتي محطة مترو البحوث في آخر شارع التحرير وبداية شارع السودان. على الشمال كده شركة مرسيدس، ده موقف بيودي بولاق ويودي ميدان لبنان البحوث، ويودي شارع الهرم والجيزة، ويودي شارع فيصل، ويودي شلبية شارع الهرم من هنا من محطة البحوث في بداية في نهاية شارع تخش يمين بقى كده التحرير. كده يمين اهو في شارع ده شارع السودان اهو، بدأنا في شارع السودان. طبعا على شمالنا منطقة بعد العماير اللي على الشمال دي منطقة بولاق الدكرور، وعلى يميننا كده شارع مصدق من نهايته وبدايته من شارع السودان. هو طبعا كان بادئ من ناحية كوبري الدقي، ونهايته هنا في شارع السودان. زي ما احنا مكملين كده شارع السودان بمنطقة المهندسين في الجيزة. ويمين كده في شارع سوريا اللي بيطلعك على ميدان مصطفى محمود. يمين كده على الشمال ده موقف بولاق بيوديك اي حته في القاهره وخصوصا الجيزه. زي ما احنا مكملين، وعلى الشمال كده منطقه ناهيه، الشمال هنا برضو منطقه بولاق الدكرور، ناهيه في بولاق الدكرور. واللي انتوا شايفينه ده بتاع اللي احنا شايفينه كده مترو المونوريل الجديد، قطار المونوريل الجديد اللي هو في وشنا اهو. ده قاطع جامعة الدول العربية، وشنا على طول جامعة الدول العربية، ولنا جولة في شارع جامعة الدول العربية موجودة على القناة، بتمنى تشوفوها ان شاء الله. وما تنسوش لايك للفيديو يا جماعة واشتراك للقناة علشان يجيب لكم جولات من كل مكان في العالم مش مصر بس. ده تعتبر نهاية شارع جامعة الدول العربية من فوق من ناحية بولاق. احنا كده يعتبر هنلف ونرجع تاني، بنلف ونرجع تاني، هنخش شارع السودان بقى باتجاه الجيزة واتجاه شارع التحرير. لو في منطقة حابين تشوفوها اكتبوا لنا في التعليقات عايزين تشوفوا ايه وعايزين تشوفوا انهي بلد. بنكمل على طول تاني باتجاه شارع التحرير ومحطة البحوث. شارع السودان ده جاي من نهاية شارع التحرير إلى منطقة إمبابة، جراج إمبابة، وقاطع جامعة الدول وقاطع شارع عرابي لغاية إمبابة لغاية جراج إمبابة. شايفين جمال مصر والطرق المصرية، شايفين الشوارع المصرية، شايفين الطريق جميل ازاي. لايك يا جماعة، اللي بيحب مصر يعمل لايك ويكتب لنا في الكومنت ان مصر جميلة.
واتمنى بقى طبعا الفيديو يكون عجبكم والتصوير عجبكم. نلف بقى نرجع تاني. شايفين الشوارع المصرية والاشجار فيها. كنا راجعين على ما تنسوش يا جماعة لايك للفيديو واشترك في القناة. احنا كده بنوصل لنهاية رحلتنا وجولتنا من قناة المباشر جولات دايركت تورز. هنجيب لكم جولات من كل مكان في العالم. ما تنسوناش بلايك واشترك في القناة، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. اللي على اليمين ده جراج اسف، اللي على اليمين ده موقف بولاق. بنكمل زي ما احنا ماشيين لقدام ناحية الجيزة، وفي هنطلع بعد كده صفة اللبن، محور صفة اللبن هنجيبه فيديو جديد ان شاء الله، هنوريه لكم ان شاء الله وهننزله على القناة. لاننا كده هنا في اخر جولتنا النهارده، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله من قناة المباشر جولات.